واش عمرك فكرتي بقيتي مقابل لي ريلز ديال تيك توك والانستغرام ساعه جوج ثلاثه وفي الاخر كتحس بالعيا ولكن ما بدلتي في حياتك والو؟ هادشي بالضبط اللي كان واقع ليا. السلام عليكم، انا سميتي زكريا وعندي 17 عام. في هذا الفيديو بغيت ندوي معكم على كيفاش كنت مدمن سكرولينغ ديال الانستغرام وتيك توك، وكيفاش قررت انني نخرج من هذه الدوامه ونركز على حياتي. هذا الادمان هذا بدا معايا بطريقه سهله وعاديه. في الاول كندخل تيك توك وانستغرام كنتفرج 5 دقائق وكنخرج، ولكن بعد مرور الايام وليت كندخل ساعات وساعات متعدده حتى لدرجه وليت كنفيق وكنعس على تيك توك وانستغرام. في الحقيقه انا المشكل الكبير انا كيبان لي راسي انا كنستمتع بهادشي، ولكن في الحقيقه انا كندمر حياتي شويه بشويه وبكثرة ما كثرت من السكرولينغ وليت كنحس بالكسل بزاف ومبقاش عندي جهد لاي حاجه، ومبقاش كنقرا مزيان، واي حاجه كتطلب مجهود كنهرب منها. والاخطر ان اي مهاره كنبغي نتعلم ليها مابقاش كنفوت فيها 5 دقائق ديال التعلم وكنحس بالملل. واخطر حاجه فهمتها في السكرولينغ هي انك كتبقى تتفرج في حياه الناس وكتنسى حياتك. الناس خدامين ناجحين وعندهم حياه زوينه، وانت ديما كتقول غدا غنبدا ولكن عمرك بديت. حتى لواحد النهار شديت راسي وسولت نفسي وقلت الا بقيت على هذا الحال فين غنوصل؟ بصراحه خلعني نجاوب، حيت فهمت بلي الا بقيت متبع حياه الناس عمرني غادي تبدل حياتي، وعمر شي واحد غيجي غيقول لي بدل حياتك. الحاجه درتها هي بديت كنحبس السكرولينغ شويه بشويه، ماشي نهائيا. بديت كنستعمل السكرولينغ بالعقل، وبديت كنتعلم مهارات جداد بحال التصوير، المونتاج، صناعه المحتوى والديزاين وغيرها من المهارات. صراحه باش تحبس السكرولينغ ماشي شي حاجه سهله، ولكن الدوبامين كيكون سريع حيت انت مولف انك تحول من فيديو لفيديو، من بلاتفورم لبلاتفورم واي حاجه اخرى. ولكن ملي كتبغي دير شي مهاره جديده انك تتعلمها ولا شي حاجه كتحس بالملل دغيا. شويه بشويه تعلمت باللي النجاح ماشي هو الموتيفاسيون، النجاح هو الديسيبلين. ولا واخا ما كانش عندك النفس ولا ما عندكش القدره، خصك دير الحاجه اللي انت باغي ديرها. من بعد مده وليت كنركز بزاف، كنضيع وقت قليل في السكرولينغ، ولا عندي اهداف وليت كنخدم على راسي. واحسن حاجه هي وليت كنحس براسي كنتقدم. الا كنتي شاب عندك 15 ولا 16 ولا حتى 20 عام، راه اخطر حاجه كديرها هي انك كتضيع الوقت ديالك، حيت راه الوقت اللي كتضيعه ما كيرجعش. والعالم دابا كامل باغي يشتت الانتباه ديالك، حيت كل ابليكاسيون كتبغي انك تبقى فيها اكثر وقت ممكن. ماشي ضروري انك خصك تحبس الهاتف بمره، ولكن حاول تقص من السكرولينغ، تعلم شي مهاره ولا قرا شي كتاب ولا دير شي رياضه وخدم على المستقبل ديالك، حيت المستقبل ديالك اهم لك من السكرولينغ بالاف ديال المرات. ماشي ضروري انك خصك تحبس الهاتف بمره، ولكن حاول تقص من السكرولينغ، تعلم شي مهاره ولا قرا شي كتاب ولا دير شي رياضه وخدم على المستقبل ديالك، حيت المستقبل ديالك اهم لك من السكرولينغ بالاف ديال المرات. الا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك كومنت سبسكرايب وتسنى الفيديو الجاي.